يا صباح الفل على احلى متابعين، معاكم مطبخ نيرو. النهارده بقى كنت في السوق وراجعه كده مبسوطه من السوق لان الاسعار نزلت في حاجات كتير قوي، اسعارها نزلت، فحبيت افرحكم كده معايا بالاسعار الجديده. بطاطس انا جايباها النهارده، بصوا ما شاء الله، حبايه كبيره حبايه حلوه، جايبه الكيلو منها ب15 جنيه. البطاطس الجديده نزلت، يعني معنى كده ان البطاطس هتنزل عن كده كمان ان شاء الله. والطماطم برضو جايباها ب10، وكان في برضو كيلو وربع ب10. بس انا جايبه اللي هي الجامده بتاع السلطه، عشان لان انا مش بنزل كتير، فبجيب الحاجه تبقى جامده عشان تعيش معايا في التلاجة كام يوم كده. جايبه اللي هي الجامده بتاع السلطه. وجايبه البتنجان ده، جايباه كيلو ونص ب10 كده للمحشي. والكوسه جايباها برضو ب10 جنيه. الاسعار على فكره بقت حلوه، يعني بقت معقوله عن الاول. وجايبه الخضره دول ب5 جنيه. وجبت برضو الفلفل ده، الكيلو منه جايباه ب20 جنيه. فلفل كده على شطة. وجبت برضو الخيار ده كيلو ب15. على فكرة انا جايبة الحاجات دي بتبقى احسن حاجة، يعني انا لما باجي اجيب بجيب احسن حاجة. الخيار كان فيه برضو ب10 وفيه ب12. انا جايبة النوع ده ب15. بحبه كده، بيبقى طري، بيبقى طري كده وبيبقى فيه مية وبيبقى طعمه مسكر وحلو. وجبت برضو الفاصوليا الخضرة دي، جايبة الكيلو منها ب10 جنيه. وجبت برضو البطاطا الكيلو ب10. البطاطا دي بتبقى جميلة قوي وبتعتبر زي الفاكهة. وجبت كده برضو ليمون، الليمون برضو سعره لسه مغليش، انا جايبه الكيلو منه ب20 جنيه. وبصوا ما شاء الله، ليمونية من الليمونية، عشان برضو لو حد حابب يخلل كده رمضان. وجبت بقى كده سفندي، السفندي لقيته طلع، ما ترددتش لحظة ان انا اجيبه لان احنا هنا بنحبه قوي. انا جايبه الكيلو من السفندي ده ب15 جنيه. وجبت برضو العجوة البلح دي، بصوا عجوة البلح دي بتبقى جميلة قوي. بقوم جايبة الكيلو منها ب40 جنيه. واقوم مفصصاها واقوم حطاها كده في التلاجة بمعلقة سمنة للفطار للعشاء. او مثلا لو هتعمليها على لبن بتبقى جميلة قوي، يعني لو هتعملها مشروب زي مشروب كده بلبن بتبقى تحفة. انا كنت برضو عاملاها معاكم قبل كده في القناة. وجبت بقى كده شوية الحاجات دول من عند العطار. طبعا الجو بقى ساقعة وبنحتاج مشاريب سخنة كتير وحاجات تدفينا بالليل، زي البليلة، زي الفشار، زي الشعرية بلبن، زي المشاريب، الحاجات اللي هي زي دي كده، زي السحلب، الحاجات الجميلة دي كلها. جبت بقى كيلو القمح من ده بتاع البليلة، جايباه ب40 جنيه. وجبت الكيس الفشار ده جايباه ب10. وجبت برضو السحلب ده، جايبه الكيس ده ب25 جنيه. وجبت بقى اليانسون والتليو بتاع الكحة برضو عشان لو عندكم أطفال ولا حاجة. وجبت بقى اليانسون والنعناع والكركديه، العلب دول جايبهم كده ب20 جنيه. وحبة البركة برضو عشان بعوزها في حاجات عندي في الأكل، وبهارات فراخ. وجبت برضو كيس الكابتشينو ده، جايبه الكيس من ده برضو ب10 جنيه. وجبت الكمون ده، بقى الكمون هو اللي غالي شوية، جايبه الكيس ده ب50 جنيه. ده 8 كيلو، بس بيبقى كمون درجة أولى ونوع حلو قوي. بحب اجيبه كده اللي هو الخشن وافرمه انا في البيت، احمصه وافرمه في البيت بيبقى تحفة. وجبت بقى الحاجات دي من كازيون، لقيته عامل عرض كده على السكر. النوع ده هو اصلا ب35 وهو عامل عليه عرض ب30. وعلى فكرة السكر ده جميل قوي وحبيباته بتبقى ناعمة كده. وجبت برضو ملح هملاي لان اللي عندي خلص. الملح ده حلو قوي وكله معادن، كان دكتور هو اللي كان قال لي عليه بقاله كذا سنة، فانا بصراحة ما بستغناش عنه خالص. وبيبقى جميل وصحي، هو ده شكله. بصوا حتى الفوائد بتاعته زي الصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك، كل دي فوائد ومعادن فيه. فبصراحة هو حلو، بس انا عارفة ان هو غالي بس مش مشكلة. انا جايبة الكيس من ده ب50 جنيه. وجبت بقى طبق البيض ده، انا جايبة طبق البيض ده جايباه ب170 جنيه. كان سعره قبل كده كنت بجيبه ب190، بس انا لما سألت النهارده لقيته ان هو سعره نزل. البيض عموما يا بنات سعره نزل. انا سألت على البيض الاحمر، الراجل قال لي ب145. انا عارفة ان ده اغلى، بيبقى اغلى زيادة 20 جنيه او 25 جنيه. بس انا عندي ده احلى في ايه بقى؟ ده البيض ده ما بيبقاش فيه ريحة زفارة خالص. انا مجرباه كذا مرة بقالي 3 4 شهور دلوقتي بستخدمه. كان الراجل اللي انا بتعامل معاه اللي بجيب منه البيض قال لي عليه، فانا بصراحة كنت مستغرباه. فلما جربته عجبني قوي. وغير كده البيض اللي هو الاحمر التاني تحس ان الصفار بتاعه بيبقى فاتح، لكن البيض ده تحس الصفار بتاعه غامق. وما تيجي تعمليه في الكيك او المعجنات او الاكل عموما ما بيبقاش فيه اي ريحه زفاره خالص.
وطعمه احلى من التاني كمان. فانا حبيت برضو اقول لكم عليه عشان لو حد حابب يجربه. انا جايبه الطبق ده ب170 جنيه، البيض التاني ب145، البيض الابيض العادي ب135. كده بقى خلصت الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.